لاكاي نتاعهم بالسيرفيس نتاعهم، كيفاش نلقاو ترونسبور وقت اللي نخرجوا من المطار، عده حاجات يخليو الناس يزابريسي المطار، او نقطه لقاء مع بلاد واخر نقطه لقاء مع البلاد اللي انت مشيت لها. دونك اللي والناس يعملوا فكره كامله على البلاد من التصرف اللي يلقاو في المطار، من الخدمات المقدمه، من التسهيلات الموجوده، وطبعا يمكن الخدمات اللي فيها شويه ترفيه كما مطار الدوحه مثلا، فما وين تلعب، وين ترتاح، وين تحوس، فما وقت اللي عملوا لا كوب دي موند فما غرفه كامله توجدت في المطار باش الناس نجم تعدي فيها الوقت، وسورتو كي عندهم صغيرات ينجموا يعدي وقت يكون ضغط على الصغار وعلى العائلات. به احنا علاش نحكيو على هذا؟ نحكي لك ناجح عنده تقريبا 400,000 متابع على يوتيوب، باش تفهموا من الناس المتابعين على شين يوتيوب راه حاجه كبيره برشا برشا. هذا اكثر من 420,000 على يوتيوب. يعمل فيديو دوب من مطار تونس قرطاج، ويعمل شهاده على اللي صار له نهار 19 نوفمبر 2025. نسمعوا شويه ناجح ونرجعوا نعطيكم اكثر تفاصيل. الله، وصلت الساعه 12 والحين الساعه 5 يا ربع، الساعه 5 كوني نفسيا وجسديا وعطشانين ويوعانين. يا الله على تونس. تونس ليش جي تونس؟ والله انا مصدم صراحه. انا الحين برا انتظر، ما ادري شو انتظر. تونس اخروني والله. طبعا حجزوا على الدرون وانا احترم هالشيء، ممنوع في تونس فاخذوا مني، يعني انتظار لمده 5 ساعات. والله معكم يا الربع، يعني انا ما ابغى اتكلم في هالكلام اسيء لتونس لا سمح الله، او لشعب تونس اللي ما له اي دخل في الموضوع اصلا، هو يعاني بروحه. بصراحه كانت معامله سيئه ولا تليق بمكانه تونس وترحيبها بالسياح. باهي، هذا الهلولي اللي قال وقفوها على حكايه الدرون، وقال نحترم هذا الدرون ممنوع في البلاد هذيا، دونك نحاولوا الدرون نتاعو، وهذه قوانين البلاد اللي احنا دونك لازم الاحترام نتاعها. لكن هو حكى على طريقه المعامله، يقول حسب الشهاده نتاعو هو انه تعرض فيها المده هذيا نتاع 5 ساعات الى معامله وصفها بانها مهينه غير لائقه، غير انه فما شكون صح عليه من بعض الاعوام، مش الناس الكل، قال فما ناس تعاملت معايا بالكدا وفما ناس تعاملت معايا بنبره اصله وانتمائه، وهو معتبره تجاوز ما يتناسبش مع بيئه استقبال المسافرين. افاد جواز سفر سويدي، هو صومالي لكن مد جواز سفر السويدي باش يمكن يتعاملوا معه بطريقه خير، لكن لاحظ ان مسافرين اخرين يعبروا من غير الاجراءات اللي هو تعرض لها، ويقول الاكسبيرينس هذه ماهيش باهيه بالكل. حاجه ترونسبور البر، رد بالك من التاكسيات، امشي خذ تاكسي بعيد على خاطر هذا تونسي راهو اللي قالوا هذا في وسط المطار. تونس دبر لي نمروه، تونس استدعوه وندوروا به. اسمه ناجح هذا السيد متربي برشا طريقه الحديث نتاعو. الفيديو اللي عملوا وديما يذكر ماهيش هذه قاعد يصعد صحيح متحرج اصلا. انا اصلا ما نحبش نعمل، انا شفت زاد الفيديو متربي برشا. معناتها قال صار هي المغرفه الاولانيه نتاع البلاد، هي الانطباع الاول على البلاد. فوالا، ميرسي بوكو زينب على السوجي هذا اللي جاي، خاطر فرصه باش نحكي فيها في بعض المواضيع اللي ديما قاعد نشوفها ونحب بيهم نجموا جعفر كما قلت انت يجي ونحاولوا بالرسمي نصلحوا. هو دار في تونس وقاعد يعمل في فيديوهات يقول لي هو حب تونس على الاخر وتونس نزيد نفرحوا به اكثر. به تعرف جعفر المشكله هذه شنو؟ بعض الموظفين في بلايصهم ناقصين برشا فورماسيون وفي دي بوست من غير فورماسيون. راهو الكوميونيكاسيون مطالب بها اي موظف يتعامل مع المواطن، سي تري امبورطون. فما ان مينيموم لازم يكون موجود عند الموظفين. ناخذ انا على سبيل المثال، كان تقف الفروج وتتعدى بحذاك رهبة امن تحرق الفروج، ليش نورمال الحكايه؟ طبعا انت لازمك تعطي الاكزامبل. كان قاعد بتامن تدخل في الانتردي، لازم تعطي الاكزامبل. ندخل انا الاداره نلقى الموظف ماهوش سوريان، ماهوش يستقبل فيه، ينجم يكون تعب، يكون عنده مشكل، ينجم كل شيء، اما هذا ما يمنعش انه يلزم يخدم خدمته مليح، انه يستقبل. نفس الشيء كي انت تكون في اداره، نفس الشيء كي انت تكون امني، نفس الشيء كي انت تكون ديواني، نفس الحاجه، نفس الشيء كي انت تكون في بياج. يجي انسان باش يخلصك او يقول لك السلام ترجع السلام. تستقبل انت تحب خدمتك، اخلاقيات. راهو نهار اللي تولي نحبوا خدمتنا تو ربي يبارك لنا حتى في السالير اللي قاعد يجينا في الخدمه نتاعنا. عندنا مشكل، فما ناس تخدم من فوق من قلبها، فما ناس يخدموا من فوق من قلبهم، فما ناس يعملوا ابو نتاع بوفوار. ساعات تلقى عساس في اداره معذب المواطنين، ريان كو خاطر بابي نجم يقول واحد ادخل وواحد ما تدخلش، فهمت؟ دونك ماذا بينا جوست بور فينير باش تحط انسان في بوست راه مهم جدا. مطار يلزم الكونسيبت يتبدل، ما عادش يولي منطق بتاع مطار، يولي عباره داخل النزل. صحيح، تبدا داخل النزل، فهمتوا ولا؟ انت ريتش واحد من هنا بتني اكل من هنا وبعنزه وكذا، تفضلوا والجو وندري هو الاستقبال، الحفاوه، هذاك راه الوجه الاولاني بتاع الحقيقه. معناتها راهو الانسان يبدا عامل 6 سوايع فول وساعات 24 ساعه بالاسكال وكذا باش يجيك لتونس، ويلقى واحد
واحد فقط من 1000 واحد يخدم في المطار فهمني، ولا عامله معامله سيئه يروح بالانتباه هذاك. أكيد. جعفور نحجموا نعملوه هو تحسين الموجود منها الخدمات، منها زاده شنو اللي يقدم المطار. مش معقول انه مطار في بلاد اسمها بلاد الياسمين تدخل انت من المطار تلقى روائح كريهه، احنا ماناش قادرين انه نحسنوا هك الروائح الكريهه برك، شنو نجموا نحسنوا اخر اون فيت. هذه حاجه تونسيه ونجم نتصرف، اما اللي ما ينجمش يفض ويلقى روحه في عركات كبيره برشا، هذه الكل معناتها بالحق مشكله حقيقيه. اليوم مراقبين مش كان من الهيئات اللي هي بكم، مراقبين من مواطني العالم الكل. والهندام نعم. الهندام علاش تلبس في لبسه كبيره عليك مهنتله الكلها كيما هكا؟ البس حاجه جوستي وترانكيل واهتم بالصحه نتاعك، اهتم بالصحه نتاعك، راه مهم جدا. نعم. راه موظف لازم كي تشوفه تبدا شيخ مفرد وما يريبريزونت بيان. كم تاع حوايج عالميه هي فهمني، ولا وقت اللي مشيت لباريس متعدين في الشانزليزيه مستحيل الواحد ينجم يشري منها، مستحيل، غاليه برشا. اما حب الاطلاع دخلت نتفرج، مستحيل واحد تونسي ما نجمش. انا مشيت نتفرج، انا الملاحظه الاولانيه الريحه الرائحه هذه من اللي داخل خويا، انا نقول لك لتوا نتذكرها معناتها رائحه جميله جدا جدا جدا. في التسويق نتاعك وتعتمد على الرائحه. تحكي على الياسمين، تحكي على جوستومون الذكرى يا رسول الله، الذكرى نتاعنا احنا ما نشمش الياسمين انكرويابل. الذكرى نتاعنا اكثر حاجه هي الروائح، وفما حاجات تخليك تلمو مرتاح انك تزيد تعدي وتقضي وقت اكثر في ليزيسباس اللي تنجم تشري منهم. والقاعده تقول مادام تقعد في محل اكثر وقت عندك فرصه اكثر باش تشري. دونك الماركتينغ والفاكتيف حاجه مهمه لاي محل يسمع فينا توا، حتى المحلات الصغار انه عبد يعدي بحذاك اكثر وقت على خاطره مرتاح، على خاطر ينجم يكون يشم ريحه كان يشمها في الادغام تاع مامته ولا كان في دارهم ولا اللافوند والياسمين والفل. موجود قبل تذكر في سونتر فيل فما اللي يدور بك بالبخور ويخلصوه باش يدخل يحط البخور في المحل الصباح الفجر. الصباح الفجر ان شاء الله ربي يجريها على الصلاح، بربي يدبروا ينمروه السيد هذايا. خلينا نجيبوها نزويك صديقنا ناجح كان يسمع فينا ولا بحذاه شكون يسمع فينا مرحبا. نهزوا خويا من كفتاجيه اللبلابي، نهزوا الحمام والله لما نشيخوا لما ندو، والله لما نهزوا للطيب في الحمام، تعرف اللي يكسلوا في الحمام تكسيله، والله كان دبروا لي نمروه، نبي نروح دايخ نعمل به رحله من بنزرت للتطاوين. هاي